بطولة أفريقيا للمحليين، وليه مصر ما بتلعبش في بطولة زي كده، وإزاي أصلًا نستفيد منها، وإيه الحاجات اللي ممكن الأندية في الوقت الحالي المصرية اللي ممكن تستفيد من البطولة ديّة أو من الفرجة عليها. في الوقت الحالي البطولة ديّة المفروض الجزائر مستضيفاها في نسختها السادسة، وبتبتدي المفروض من 13 يناير. أول ماتش اتلعب امبارح ما بين الجزاير وما بين ليبيا، وفازت الجزائر على ليبيا 1-0، والمفروض إن البطولة دي تخلص يوم 4 فبراير في الوقت الحالي. البطولة ديّة أصلًا بدأت سنة 2009، وأول مرة كان المفروض منتخب مصر يشارك فيها، ولكن هو اعتذر، وبالتالي البطولة اللي بعديها ما قدرش ان هو يشارك، والاتحاد الافريقي وقفه، وبعد كده ما بقاش يشارك منتخب مصر في البطوله دي. طب هل في مشكله اصلا في ان احنا نشارك في البطوله؟ لا، هي المشكله الاساسيه ان البطوله دي غير مدرجه في اجنده الفيفا، فبالتالي ان انت لما تروح تطلب لعيبه محليين علشان ان هم يشاركوا في البطوله دي، يقول لك طب هيشاركوا في ايه؟ في انديه فين الاجنده الدوليه؟ ما فيش اجنده دوليه، مش هدي لك لعيبه. فبالتالي كمان مع دربكه الدوري، مع ان انت اصلا اوريدي عندك ماتشات متاجله كتيره جدا، ما بتقدرش انك تلعب البطوله دي خالص. الست نسخ اللي فاتوا تقدر تقول كده المغرب خدت منهم نسختين، والكونغو خدت منهم نسختين، وعندك ليبيا وتونس كل واحده فيهم خدت نسخه، ومصر ما شاركتش في البطوله ديت قبل كده ولم تحصل عليها تماما. طب انت طالع تكلمني على البطوله ديت ليه بما ان هي اصلا مش مدرجه في الاجنده الدوليه؟ والله انا شايف ان البطوله دي بطوله مهمه جدا، لان هي بتلم كل اللعيبه المحليين اللي موجودين عندك، وبتتفرج عليهم في يعني شكل هم دولت احسن المحليين اللي موجودين، سواء في الجزائر، في المغرب، في تونس، في اي حاجه من الحاجات دي كلها، فلازم تتفرج عليها. لان ممكن تكون انت كواحد اهلاوي نفسك تجيب حد، او بمعنى صح في الدوري المصري الفرق ما هي فرق الاول والجدول ووسط الجدول وكل الكلام ده كله، يقدر يتفرجوا على البطوله ويقدر يتفرجوا على لعيبه ممكن يستفيدوا، يلاقوا لهم لعيب ولا اتنين يا عم الحاج، واللعيب ولا اتنين دول يطلعوا مفيدين، وبعد كده الواحد حتى ممكن في تسويقهم بعد كده تبقى لعيبه مهمه، او بمعنى اصح تفيد اللعيبه او الناقص اللي موجود عندك في الدوري المصري. فتقدر تشتري بقى من انديه مختلفه، يعني كل الانديه اللي موجوده عندك في الجدول تقدر ان هي تشارك بالشراء من اللعيبه ديت، بس لازم يكون في حد بيتفرج وبيقدر يفنط. فاحنا هنحاول برضو كل كده يومين ثلاثه ندي لك لمحات عن ايه اللي حصل والكلام دوت في الفتره اللي جايه، علشان اقول لك والله ده في لعيب منور الناحيه الثانيه حلو، ما تيجوا نبص عليه. خلينا ادي لك فكره كده سريعا عن المجموعات اللي موجوده دلوقتي في البطوله، ومين بيلاعب مين والكلام ده كله. زي عندنا تقريبا 5 مجموعات، الثلاث مجموعات منهم فيهم 4 فرق، وفي مجموعتين بس اللي فيهم 3 فرق. اقول لك عليهم كده سريعا: الجزائر، اثيوبيا، موزمبيق وليبيا في مجموعه، كوت ديفوار، السنغال، اوغندا وكونغو الديمقراطيه برضه في مجموعه، السودان والمغرب وغانا ومدغشقر في مجموعه، وبعد كده في مجموعتين تانيين كل مجموعه فيها 3 فرق. مجموعه فيها موريتانيا ومالي وانجولا، مجموعه تانيه فيها الكاميرون والنيجر والكونغو، بس مش الديمقراطيه، جمهوريه الكونغو. فيعني الموضوع انا شايف من وجهه نظري ان احنا لو بصينا على البطوله كده ممكن نلاقي لعيبه ولا اتنين يبقوا حلوين. واحب اقول لك برضو ان احنا كنا كمصريين ممكن نستغل الموضوع ده. طيب احنا عندنا دايما بنقول لك المشكله في ايه؟ الناس كلها بتتكلم على ان المشكله اللي موجوده عندنا في لعيبتنا في الخبرات الدوليه، وان احنا ما عندناش وما عندناش وما عندناش. طيب ليه ما كانش حد من مثلا منتخب الشباب او منتخب الناشئين او المنتخب الاولمبي اخذ الفرقه بتاعته وقرر ان هو يروح يشارك بيها في حاجه زي كده؟ هو يمكن يكون اكتر من المنتخب الاولمبي علشان بيضم لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز بشكل كبير قوي، يبقى صعب. ولكن منتخب الشباب كنت ممكن تخش بيه البطوله ديت، وتحاول انك تدي للشباب بتوعك الصغيرين خبرات دوليه، وهي مش بطوله دوليه، ولكن هتلعب ضد فرق تانية وفرق اكبر منهم في السن، هتبقى خبرات. نخش حتى لو مش هنخسر البطوله عادي، مش فارقه، انت مش عايز تخش تاخد البطوله، ولكن تدي احتكاك للعيبه بتاعتك. انا ما اعرفش ليه اتحاد الكوره مع منتخبات الشباب ليه ما فكروش ان هم يحاولوا يستغلوا الموضوع بالشكل ده. وانا كده اديتك تفاصيل شويه عن كاس الافريقيه للمحليين 2023 اللي بيتلعب في الجزائر. ولو انت عندك اي اسئله يا ريت تكتبها لي تحت في الكومنتات، والفتره اللي جايه برضه هندي لك كده شويه لمحات عن البطوله، بس نشوف شويه ماتشات اكتر كده والمجموعات كده تسخن، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. يا ريت لو عجبك الفيديو تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو ده وتعمل له شير، واشوفك الحلقه الجايه. السلام عليكم.